اسمع بقى، النهارده ميعادنا مع جمالات وبنتها نعمات. خلينا في الصفر الاول يا جدع، فوق روحك. صفر ايه وبتاع ايه؟ خلينا نتكلم في المهم. هتروح لها النهارده وزي ما فهمتك. لكن انا يا جدع هتفضل في الغلب ده لغايه امتى؟ الحياه فرص زي ما اتفقنا، ما تبصليش كده. فكر في السعد، فكر في الفلوس اللي هتجري بين ايديك يا نجف. نعم يا فندم، حضرتك عايز مين؟ الست جمالات لو سمحت. اولا انت مين؟ ثانيا عاوزها ليه؟ قول لها بس واحد عايزك. عجيبة العجائب، يعني ايه واحد عاوزها؟ امال ادريس قاعد المولى قاعد هنا على البوابة يعمل ايه؟ هي منظرة اكسسوار، ما هو لازم وحكما تقول له عاوزها ليه؟ موضوع خاص. عجيبة العجائب، يعني ايه موضوع خاص؟ لو سمحت بس اديها خبر. ايام سوري، يعني اسف. الله، انا جاي لها علشان موضوع مهم يا استاذ. ولو لازم ادريس يعرف الموضوع. ايه الحكايه؟ الحكايه هردبيسه عيسى ولا ايه؟ دي اوامر، نظام، تعليمات ست جمالات هانم. يا سيدي الفاضل، لها عندي مبلغ فلوس يعني. أوه، طيب يا ابن والدي ليه ما قلتش كده من الاول؟ اديني قلت لك، ممكن بقى اقابلها؟ ممكن. اتفضل معايا. اتفضل اتفضل. اها، جنابك قلت اسمك ايه؟ نجف، عبد الودود نجف. نجف؟ ايوه. قلة الانوار. طيب والفلوس دي بتاعت ايه؟ هو اسم الكريم ايه؟ محسوبك السيد ادريس جاد المولى. اه خد يا سي ادريس، دول علشانك، باين عليك شهم وجدع. الله، كتر خيرك يا راجل يا زين. مالك واقف ليه؟ اتفضل ادرى بنت الجرس. ما تتفضل حضرتك بقى تستريح انت على البوابه وتسيبني انا. بس بلاش كلام فارغ، دي مش شغلك انت. يا ساتر. في ايه يا عم ادريس؟ الاستاذ عاوز الست هانم. نعم. انا نجف، عبد الودود نجف يا فندم. وعايز ماما ليه؟ لا مؤاخذه، ليها مبلغ عندي وعايز اديهولها. مبلغ ايه؟ فلوس يا فندم، فلوس كنت سالفها من المرحوم الاستاذ عبد المتجلي. بابا، هو انت كنت تعرف المرحوم بابا؟ ايوه يا فندم. ممكن اقابل الست الهانم؟ دقيقة واحدة. ماما. في ايه يا نعمات؟ واحد عايز حضرتك. واحد عاوزني انا؟ مين ده؟ نجف يا فندم، نجف عبد الودود نجف يا ست هانم. بيقول انه هيديكي فلوس. طيب روح انت على اوضتك. حاضر يا ماما. بس لما اقول روحي اوضتك تبقي تروحي اوضتك من سكات. حاضر يا ماما. وانت يا ادريس روح اقعد على البوابه، ما تتحركش من مطرحك. حاضر يا ست هانم. اتفضل اقعد. انا اسف يا ست هانم لازعاج حضرتك. اتكلم، ايه الحكايه؟ هو المرحوم جوز حضرتك كنت زمان استلفت منه 20 جنيه. جوزي انا؟ أيوة. ليه؟ كنت رايح مشوار مهم وما كانش معايا فلوس تكفي وسلفني 20 جنيه. الكلام ده كان امتى؟ من كام سنة كده قبل ما يتوفى. وحضرتك كنت فين المدة دي كلها؟ ليه ما رجعتش المبلغ ده في الوقت المناسب؟ هو في الحقيقة أنا كنت مسافر، ولما رجعت قلت لازم أرجع الحق لأصحابه. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي نجف يا فندم، عبد الودود نجف. فين الفلوس يا نجف؟ أهي يا هانم، وأرجوكي ما تكونيش زعلانة مني علشان اتأخرت. أنا أخدت الفلوس، مع السلامة. الحكايه لخبطيك ولا ايه؟ قلنا 60 مره إيه ده؟ ما